السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشوني من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا كويسين. اخباركم ايه؟ عايزين بقى نكثف الدعاء كده لعيالنا ان شاء الله اللي في الثانويه العامه، ربنا يقويهم وينجحهم يا رب كده، ويفرح اهاليهم كده بالجامعات اللي نفسهم عيالهم تدخلها ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين. وبقيه الصفوف كده يا رب يا رب كده نسمع الصغاريت في كل حته بالنجاح، اللهم امين يا رب العالمين. تاني حاجة لو ما كانتش هي أهم حاجة، إن إحنا ندعي لإخواتنا الغمة اللي هم فيها شديدة قوي، ربنا يكون في عونهم ويكون في عوننا، عشان إحنا مفيش في إيدينا حاجة نعملها غير إن إحنا ندعي لهم إن ربنا ينصرهم ويقويهم، اللهم آمين يا رب العالمين. كل سنة وأنتم طيبين، العيد أهو على الأبواب. ما يحلاش العيد إلا بصينية الرقاق، سواء ناشف أو الطري. 2 كيلو دقيق او 3 كيلو دقيق هيعملوا لي كميه ما شاء الله. انا الرقاق الطري دوت 20 واحده، والرقاق الناشف دوت التحفه الخطير دوت 20 واحده. 20 واحده شوفي هيعملوا لك كام صينيه. واما هتروحي تشتريها بتروحي البيت بتلاقي الرقاق دوت كله فرافيت، بتقعدي تحاولي ترسمي الصينيه، غير لما تكوني انت عاملاها على ايديكي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وما بين ايديكم. مش هنطول كتير، هندخل على الفيديو عشان نشوف الوصفه. إن عجبنا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. باي. نسمي كده حبايبي، نقول بسم الله وعلى بركة الله. معايا 2 كيلو دقيق، وده دقيق سايب. عايزة تجيبي المغلف براحتك، بس أنا واثقة من اللي أنا بشتري منه، عارفة الدقيق بتاعه ما بيفرقش معايا. ليه عاملة 2 كيلو؟ عشان أبقى عاملاهم مرة واحدة، ما اقعدش كل شوية أعمل. وعايزة معلقة ملح، وما تقلقيش من الملح، مش كمية كبيرة ولا حاجة. معلقة ملح، نقلبها بس. وهعجن بمية فترة، مش عايزة أزيد من كده حاجة. مية فترة كده هنزل بيها بالتدريج واحدة واحدة. يعني أنا الشوية الأولانيين دول يعني أو الكوباية الأولانية هنزل بيها كلها. إن أنا معايا 2 كيلو دي، فأنا واثقة إن هي هتاخد كمية المية دي. بصوا حبايبي، مقدار المية اللي أنا قلت لكم عليه الكوباية الأولانية ما خدهاش. عادة الكيلو دقيق بياخد من 350 ل 400 ملي ميه، بس برضو بتختلف حسب الدقيق اللي عندي غير الدقيق اللي عندك. فما يعني انا حطيت 400 ملي، ما تحطيش انت 400 ملي. كل مره بعجن العجينه عمري ما بحط الميه مره واحده، حتى لو نفس العجين نفس الدقيق ونفس الميه ما بحطهاش مره واحده. انا اتحكم في العجينه، مش العجينه اللي تتحكم فيا. انا لسه في الكوبايه الثانيه، بسيب العجين ياخد راحته. ان ساعات بيكون في النص العجينه مبلبله قوي، فلما هتلم معاها بقيه الدقيق هيظبط معاكي. ما تستعجليش وتقولي في النص مبلول والجناب في دقيق، ادلق ميه واحده واحده. مش عايزه افصل اللقطه ديت، عشان لو في حتى اول مره يعمله او يعجن بصفه عامه ياخد باله من التكات الصغيره. بصوا انا سبتها شويه، بس حاسه بقى ان خلاص ما بقاش في دقيق، بس العجينه محتاجه ميه. عجينه الرقاق بتبقى طريه بس ما بتلزقش، ومش ناشفه قوي، يعني عجينه طريه بس ما بتلزقش. وطبعا نختمها في العجن كويس جدا عشان نطلع ماده الجلوتين اللي فيها. طب انا ما عنديش عجان، هتعجني على الرخامه عادي جدا، ومش هتاخد معاكي ازيد من 10 دقايق ان شاء الله. بصوا فاضل بق او معلقه هحطها، وهعجن كويس جدا جدا. يعني انا خدت معايا الكوبايتين، يعني حوالي 800 ملي ميه على 2 كيلو. هعجنها بقى كويس جدا وارجع اوريكم شكلها النهائي. بصوا حبايبي العجينه ما شاء الله، بصوا عامله ازاي، حلوه جدا جدا. بصوا طريه بس ما بتلزقش في الايد ولا اي حاجه. خلاص هنعمل ايه؟
بصوا يا حبايبي، هتجيبي صينيه اي حاجه هتحطي عليها ان شاء الله على رخامه المطبخ. المفروض ان احنا هنسيب العجينه تستريح، بس انا هقطعها واسيبها تستريح وهي متقطعه. انا عايزه حجم العجينه قد ايه؟ عايزاها قد البيضه الكبيره، يعني من 50 ل 70 جرام، مش عايزه اكتر من كده، لا دي كبيره قوي. طبعا لو انت عايزه رقمه الرقاق تكون كبيره خلاص، يعني انت لو عايزاها كبيره ماشي كبريها، عايزاها صغيره صغريها على قد الصينيه بتاعتك. في قد ايه؟ دي بصي 79 بالنسبه لي كده حلوه، يعني انا كده بالنسبه لي الحجم ده حلو جدا. خلاص انت عايزه بقى تصغري تكبري مفيش اي مشكله، المهم يكون على قد الصينيه بتاعتك. اهم حاجه تحطيها تحتيها دقيق وفوقيها دقيق عشان ما تنشفش. الرواق وهو بيتعمل بيحتاج دقيق شويه. هقطع بقى الكميه كلها عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم. بصوا يا حبايبي، شكلناهم اهم، عملناهم 80 جرام. اللي حاطه دقيق تحت ودقيق فوق، هسيبهم بقى يرتاحوا كده نص ساعه او ساعه حسب الجو عندك. خلصي كل اللي وراكي وسيبيه. كل ما العجينه ترتاح، هي ما فيهاش خميره فمش هتخمر، بس كل ما العجينه ترتاح لما هتيجي تفرديها ما تردش معاكي، ما تلمش تاني معاكي، تبقى واخده راحتها كده ومأستكه معاكي. هسيبها بقى ساعه كده وارجع لكم نشوف هنعمل ايه. هنفرد بقى العجينه كده. بصي اسهل طريقه اللي هي النشابه الرفيعه ديت. انا ما عنديش النشابه الرفيعه ديت، فدي عصايه مقشه جديده، يعني انا لسه مشترياها. شلت البلاستيك اللي عليها، قسمتها نصين، خدت جزء ان انا اعجن بيه يعني استخدمه للعجين، وجزء تاني بستخدمه للصابون. اهم حاجه بصي انا حاطه شويه دقيق حلوين، وهنبتدي نفرد واحده واحده كده. يعني تعملي لك بقى كوبايه نسكافيه كده وايه، وتقعدي تعجني يعني تفرتيه مره واحده او تفرتي شويه. بصوا هما طبعا يعني ما شاء الله عليهم بيبقوا محترفين اكتر مننا. لفي كده العجينه واحده واحده. طبعا انا عشان التصوير مش مالكه قوي، بس انت ايه هتظبطيها. بصي الحركه دي بتخليها، بس لازم تحطي دقيق عشان ما تلزقش. بس واحده واحده كده. اهم حاجه تحطي دقيق عشان ما تلزقش معاكي. بصي واحده واحده، الحركه ديت اما بتعمليها بتخلي العجينه تتفرد معاكي بالشكل دوت، وبتبقى خفيفه، فبتبقى معاكي اسهل بكتير قوي قوي. خلاص طبعا هم ما شاء الله عليهم اساتذه في الموضوع دوت. بصوا يا حبايبي، نفس الفرد ونفس كل حاجه، الاختلاف بس في التسويه، ان كنت عايزاه رقاق طري او رقاق ناشف. من الواضح ان هي اكبر من الطاسه اللي عندي، بس ما فيش اي مشكله. على فكره ممكن صينيه فرن وتقلبيها وتسوي عليها، ما فيش اي مشكله. نصبر عليها. ما هتلاقي بصي ابتدى يطلع بابلز كده، هنبتدي نجيبها الناحيه التانيه. بصوا العجينه ديت ما فيهاش ولا بيكنج باودر ولا خميره ولا اي مواد رافعه، بس تابعي معايا العيش هيبقى عامل ازاي. بصي العيش بينفخ ازاي. بصوا الهواء اللي فيه ده، وما فيهوش اي مواد رافعه. ده معنى كده ان انت العجينه بتاعتك مختومه كويس جدا وصح. الرقاق الناشف بنسيبه يتحمص شويه. انا قلبته بس عشان عايزه اوريكي. بصوا منفوخ ازاي. بصوا ما شاء الله عليه. الرقاق الناشف بنسيبه ياخد وش بس شويه كده، يتحمص شويه كتار، غير الرقاق الطري. الرقاق الطري بنخليه فاتح شويه. كمان الرقاق الناشف بنسيبه في الهواء. يعني انا دلوقتي خلاص هحطه كده وهسيبه في الهواء. ننضف مكان الدقيق. بصوا يا حبايبي، نفس الرقاق هو نفس الفرد نفس كل حاجه، اللي هخليه طري. الناشف دوت بصي هسيبه في الهواء، مش هغطيه عشان انا عايزاه ينشف. لكن الرقاق الطري اللي احنا هنعمله لازم يكون فاتح معاكي شويه، زي عيش التورتيه كده يكون فاتح معاكي شويه، وكمان لازم تغطيه بفوطه عشان يفطر معاكي طري.
بصي بينفخ معانا ازاي ما شاء الله. بصوا حلو جدا جدا جدا. عايزه بس ايه ياخد لون حلو شويه عشان بس يبقوا الجنبين زي بعض. بس وانا كده خلاص الطري دوت انا بالنسبه لي خلاص كده هغطيه فوطه واسيبه. هخلص كل الكميه اسويها وارجع لكم. بصوا يا حبايبي بعد ما خلصت الكميه كلها ما شاء الله ده الطري. بصوا عامل ازاي تحفه. بصوا من جوه تحفه تحفه تحفه. طبعا كمان لما هتلفيه في الاسترتش او الكيس اللي هتحطيه فيه هيكون معاكي الدنيا اسهل من كده وهيكون اطرى من كده بكتير. وده اهو الرقاق الناشف. بصي جماله عامل ازاي. ده لسه كمان انا مسوياه دلوقتي حالا، يعني لما هيقعد معاكي شويه كمان هيكون حلو جدا. طب اشيل دوت واشيل دوت ازاي؟ ده هيتحط في الكيس وحطيه في اي مكان، يعني هتحطيه في كيس وتربطيه رابطه مش كامته قوي عشان ما يطراش، وهتحطيه في اي مكان بتشيلي فيه الرواق دوت. هتلفيه في استرتش او تحطيه في كيس. لو هتعمليه في خلال يومين 3 يقعد معاكي اسبوع في التلاجة. هيقعد معاكي اكتر من كده يبقى زي ما هو حطيه في الفريزر هيقعد معاكي زي ما يقعد. في تكايه بالنسبه للرقاق الطري انا بس عايزه اوريكي حاجه. نشيل اللي اتكسروا دول. بصوا دي هتلاقي شكلها عامل ازاي. بصوا هتحسي ان هي بومبيل فوق خلاص. ودي كمان من اول هنا بصي مفروته ليه؟ عشان مجرد ما انا سويته حطيته في مكان مفروت فهي اتفرتت معاكي. المساحه عندي بقيت احط فوق بعضه عشان مستعجله فابتدى يدي الشكل البومبي دوت. حاولي حطيه في مكان مفروت عشان ما يديكيش الشكل البومبي دوت، يبقى سهل معاكي لما تيجي تحطيه في كيس وكمان لما تيجي تسويه بألف هنا وشفا. ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين ايدينا. لو وصلنا للمرحله ديت هتكون نهايه الفيديو. يا رب تكون وصفة النهارده سهلة وخفيفة على قلبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.